عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامج صورة التقوى. وحلقتنا بنعمة الرب النهاردة عن شخصية يهوذا الإسخريوطي. في الحقيقة شخصية يهوذا الإسخريوطي بعد العملة الشنيعة اللي عملها عندما باع المسيح أصبح شخصية غير مرغوب فيها، وحتى غير مرغوب في التأمل فيها. لكن وجدت لزاما علي أن أخصص حلقة خاصة من حلقات هذا البرنامج صورة التقوى عن شخصية يهوذا، أنه فعلا تحقق فيه هذا القول: لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. وعشان الكلام عن يهوذا ورد في عدة أناجيل في كلمة الله، عشان كده بنعمة الرب سنكون في قمة الاختصار، ونحن نمر مرور سريع على جوانب متعددة من شخصية يهوذا. الفكرة الأولى أنه شخصية يهوذا هو أحد تلاميذ المسيح. يهوذا ده واحد من التلاميذ ال12 اللي المسيح اختارهم ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا. الأمر الثاني، يهوذا الإسخريوطي عاش مع المسيح أكثر من 3 سنين، كما يقول التقليد 3 سنين وتلت عاشهم يهوذا مع المسيح برفقة زملائه التلاميذ، ودي مدة خدمة المسيح الجهارية، لأن الرب يسوع لما ابتدى يخدم كان سنه 30 سنة، ولما تم صلبه كان سنه تقريبا 33 سنة وتلت. ال3 سنين وشوية دول هي الفترة اللي أخذوها التلاميذ برفقة الرب يسوع المسيح، وكان يهوذا واحد من ضمن التلاميذ المقربين للمسيح، وشاف كل معجزات المسيح تقريبا، وسمع كل كلمات المسيح، وشاف العديد من مقابلات المسيح مع كثير من الشخصيات الكتابية. برضو مش بس كده، احنا بنتكلم عن مظاهر التقوى اللي فيه والأمور الكويسة اللي كان المفروض يستغلها. مش بس كده، مش بس انه يهوذا شاف معجزات المسيح، لكن نحن لا نستبعد ان يهوذا شخصيا عمل معجزات. وممكن نستنتج هذا الاستنتاج من هذا الشاهد الكتابي في لوقا 10:17: فرجع الرسل بفرح قائلين: يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. كان الرب دعا 70 رسول وأرسلهم، يعني الأول كانوا 12، بعدين اختار ناس تاني مجموعة مع ال12 فبيجوا 70. ال70 دول أرسلهم للخدمة، رجعوا فرحانين وقالوا إيه؟ حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم: رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء، ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. يمكن ما فيش إشارة صريحة أن يهوذا قال الكلام ده، لكن نحن لا نستبعد أن يهوذا من ضمن المجموعة اللي رجعوا فرحانين، وكان صوته يضم مع هؤلاء الناس. على أي حال، يهوذا الإسخريوطي شاهد معجزات المسيح وسمع عظات المسيح وتمتع بأجمل الأوقات مع شخص المسيح. برضو مش بس كده، لكن عندما أخطأ، والكلام ده في إنجيل متى أصحاح 27، عندما أخطأ وشعر بخطأه يقول عنه الكتاب في متى 27:3: حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين، اسمع الكلمة المهمة دي، ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا، برضو اسمع العبارة دي، قد أخطأت. يعني شخص ندم وشخص اعترف ان اللي عمله ده غلط. أخطأت إذ سلمت دما بريئا، اعتراف بالخطأ واعتراف أن المسيح بريء. كل الكلام السابق ده بنشوف فيه صورة التقوى في يهوذا. والسؤال: هل يهوذا ده كان واحد مؤمن زي بقية التلاميذ؟ الإجابة لا إطلاقا. يهوذا يمكن كتار
من الوعاظ أو من المفسرين بيختلفوا بعض الشيء على شخصية يهوذا، لكن الثابت والمؤكد لنا من كلمة الله إن يهوذا من قبل ما الرب يقدم له دعوة ليكون أحد تلاميذه كان عارف تمام إنه هو شخص شرير، يعني الرب يسوع ما اتخدعش فيه. اوعى تفتكر إن المسيح اتخدع في يهوذا إطلاقا إطلاقا. الرب يسوع من قبل ما يقدم الدعوة ليهوذا كان يعلم حقيقة يهوذا. عشان كده اسمع معايا الآية الخطيرة دي في يوحنا 6 عدد 70. يقول يسوع: أجابهم يسوع: أليس أني أنا اخترتكم 12، اسمع، وواحدا منكم شيطان. واحد منكم شيطان، يعني أنا عارف من قبل ما أوجه له الدعوة إنه شيطان عشان كلام النبوة يتم. وربنا اداله فرصة 3 سنين وشوية علشان يتوب ويرجع ويقبل إلى المسيح بتوبة حقيقية، لكن ده ما حصل. عشان كده بنشوف يهوذا الإسخريوطي يقال عنه كلام غريب يورينا حقيقة شخصه. مثلا في إنجيل يوحنا أصحاح 12 قصة مريم أخت العازر عندما دهنت قدمي يسوع بالطيب. الموقف ده أو التصرف ده ما عجبش يهوذا، عشان كده قال إيه؟ لماذا هذا الإتلاف؟ اعتبر إن اللي عملته مريم مع شخص الرب يسوع المسيح إتلاف. إزاي يعني الطيب الغالي ده يتكب في الأرض؟ شخص جاهل يجهل حقيقة المسيح، ما عرفش ان الرب يستاهل اكتر من ده، ما عرفش ان الرب يستحق اكتر من كل ده. الغالي يرخص له، لكن هو عشان شخص دني وشخص جاهل يجهل حقيقة المسيح قال هذه الكلمة الأليمة: لماذا هذا الإتلاف؟ مش بس كده، لكن الكتاب يقول عنه عبارة ليها مغزى كبير في إنجيل يوحنا صح 12 وعدد 6. يقول: قال هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقا. اسمع، كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. جميلة الآية دي بصراحة، بتورينا حقيقة يهوذا. يعني هو لما قال لماذا هذا الإتلاف وكان ممكن ده يتباع ويعطى الفقراء، مش عشان قلبه على الفقراء إطلاقا، لكن هو كان أمين صندوق، وفي الحقيقة كان حرامي صندوق. يعني كان المفروض الفلوس بتاعت الخدمة عنده اللي بنسميه أمين صندوق، لكن الحقيقة أنه لم يكن أمينا للصندوق لكن سارقا للصندوق. بصراحة يعني كلام مؤلم يقال هنا عن يهوذا الإسخريوطي. لكن أكثر من كل الكلام اللي فات عندما نقرأ عنه في إنجيل متى أصحاح 27 أنه أسلم يسوع، راح لليهود وقال لهم كده: ماذا تعطوني وأنا أسلمه إليكم؟ واتفق معهم على 30 من الفضة. 30 من الفضة دي تمن عبد نطحه طور. تخيل الشريعة في العهد القديم كانت بتقول كده: لو في طور نطح عبد ومات، صاحب الطور يعوض 30 من الفضة. يعني يهوذا الخاين في وجهة نظره الرب يسوع المسيح ما زادش عن 8 عبد نطحوا طور، عشان كده وافق بال30 من الفضة. والرب يسوع بيقول له الكلمات الصعبة دي: يا صاحب لماذا جئت؟ أبقبلة تسلم ابن الإنسان؟ نعم، سلم المسيح القبلة التي تعتبر علامة الحب وعلامة الحنان ورقة المشاعر، أصبحت علامة الغدر والخيانة مع هذا الخاين. وفعلا باع المسيح ب30 من الفضة. أسلم يسوع للأمة اليهودية، والأمة اليهودية سلمته للرومان ونفذوا فيه أبشع جريمة وهي جريمة الصلب. ختاما أخي العزيز، بعد هذا العرض المختصر والسريع عن يهوذا الإسخريوطي، عايز أقول لك
إنه أمثال يهوذا كثيرون في هذه الأيام. اسم يهوذا معناه حمد أو تسبيح، وناس كتير بتحمد وبتسبح ربنا. ناس كتير من ضمن أعضاء الكنائس زي يهوذا. يهوذا كان واحد من ضمن 12 تلميذ، أحد تلاميذ المسيح، لكن بكل أسف في النهاية باع المسيح. يا للوقاحة، شخص يعيش مع المسيح شخصيا وفي الآخر يبيعه. إيه الوقاحة دي؟ لكن على العموم اللي زي يهوذا لا زالوا كثيرون في هذه الأيام، أعضاء كنائس وناس قادة في كنائس، لكن بيظهروا على حقيقتهم إن هم خونة، وإن هم يبيعوا الغالي بالرخيص. باعوا المسيح. وياما ناس النهاردة عندها استعداد تبيع المسيح، ممكن بعلاقة نجسة أو بشهوة ردية أو بشوية فلوس، حبا في المال، كما قال الكتاب: محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. ماذا كانت نهاية يهوذا؟ نهايته كانت الانتحار. مات منتحرا، مضى وخنق نفسه، وأول ما مات وخنق نفسه ذهب إلى هاوية الجحيم، وهو الآن في الهاوية، وسيكون مصيره هو بحيرة النار والكبريت. مين يصدق ومين يتصور شخص عاش مع المسيح أكتر من 3 سنين وشاف معجزات المسيح وسمع آيات المسيح وكلمات المسيح، وفي الآخر يهلك؟ صورة محزنة لكنها متكررة. أخي الحبيب، أرجوك ما تاخدش كلامي بحساسية، لكن خد كلامي بحذر، خد كلامي بحرص، وفكر وراجع نفسك وامتحن حساباتك كويس. اوعى تكون زي يهوذا، اوعى تكون عضو في كنيسة وواعظ كبير في كنيسة ومالكش علاقة حقيقية بالمسيح. توب توبة من قلبك، توب توبة حقيقية عن الخطية، اعترف للرب الآن وقبل فوات الأوان، وسلم كل حياتك ليه، يغفر كل ماضيك ويكون معاك في كل حاضرك ويضمن لك كل مستقبلك، والرب معك في حلقة أخرى بنعمة الرب.